هل الذكاء الاصطناعي ممكن ياخد مكان المصممين والمبرمجين ويقعدهم في البيت؟ وهل فعلا التكنولوجيا بقت بتعمل كل حاجة وانك بزرار واحد تضغط عليه تقدر انك تصمم صورة احترافية من الصفر او تكتب كود لبرنامج متكامل؟ والاهم من كده انك تقدر تعمل الكلام ده من غير ما تكون متخصص في التصميم او في البرمجة. في الفيديو ده هنجاوب على كل الاسئلة دي وهنعرف كمان يعني ايه ذكاء اصطناعي. فلو انت اول مرة تشوفنا اضغط على زرار الاشتراك الموجود تحت الفيديو علشان تفهم اكتر عن عالم التكنولوجيا. اهلا بيكم في فيديو جديد. الذكاء الاصطناعي بقى جزء اساسي في حياتنا وبيستخدم في كل حاجة تقريبا، بس احنا لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي يبقى فيه مصطلح مهم جدا لازم نفهمه الاول، والمصطلح ده هو ال AI موديل. وبكل بساطة كده ال AI موديل ده هو المكون الاساسي لعالم الذكاء الاصطناعي. طيب احنا عاوزين نعرف ال AI موديل ده بيتكون من ايه وبيشتغل ازاي. انا هضرب لك مثال بسيط على موضوع توليد الصور بالذكاء الاصطناعي علشان تفهم فكرة ال AI موديل. تخيل ان انت معاك مجموعة كبيرة جدا من صور الاشخاص، والصور دي مختلفة ما بين بعضها في الوضعيات وزوايا التصوير والاضاءات وكل تفاصيل الصورة. وبعدين انت خدت الصور دي كلها ورحت خزنتها على جهاز كمبيوتر متطور، وكمان عرفته مواصفات كل التفاصيل اللي موجودة في الصور زي الوضعيات المختلفة والاضاءات سواء كانت عالية او منخفضة او نوعية الاضاءة وكمان زوايا التصوير. وبعدين انت خدت كل التفاصيل اللي انت اديتها للكمبيوتر ديت وحولتها لحاجه زي برنامج كده، وبقيت تكتب له نص بيوصف صوره الشخص اللي انت عاوزه، وهو بيطلع لك صوره بالوصف اللي انت كتبته له بناء على المعلومات اللي انت كنت معرفها له من قبل كده. فباختصار شديد هي دي فكره ال AI موديل او نموذج الذكاء الاصطناعي. طيب ايه هي انواع ال AI موديلز دي؟ ال AI موديلز فيه نوعين اساسيين، والنوع الاول هي النماذج التوليديه للصور او الجنريتيف موديلز، والنوع الثاني اللي هي نماذج معالجه اللغه الطبيعيه اللي بتتعامل مع اللغه الطبيعيه بتاعه الانسان اللي هي NLP موديلز. النماذج التوليديه ديت او الجنريتيف موديلز عباره عن مواقع او برامج انت بتديها نص وهي بتطلع لك صوره بناء على الوصف اللي انت كتبته زي المثال اللي شرحناه من شويه. وطبعا في مواقع كتير جدا في المجال ده، ومن اشهرها موقع ميدجورني وموقع ادوبي فايرفلاي وفي غيرهم كتير جدا من المواقع. اما بقى نماذج ال NLP او معالجه اللغه الطبيعيه ده بيكون عبارة عن نموذج لغوي بيتعامل مع اللغة الطبيعية بتاعة الإنسان، والنماذج دي باختصار أنت بتكتب لها نص وهي بترد عليك كأنك بتعمل محادثة مع واحد زميلك مثلا أو بتتكلم مع إنسان حقيقي. وأشهر الأمثلة الواقعية اللي كلنا تعاملنا معاها تقريبا عن ال NLP أو نموذج معالجة اللغة الطبيعية وهو التشات جي بي تي أو أي نموذج لغوي تاني مشابه بنفس الطريقة. بس أنا عاوزك تاخد بالك من نقطة معينة، وهي إن كل النماذج اللي أنا كلمتك عنها دلوقتي سواء ميدجورني أو أدوبي فايرفلاي أو أي موقع بيولد صور بالذكاء الاصطناعي أو التشات جي بي تي والمواقع اللي زيه، كل المواقع دي او كل النماذج دي بتشتغل بالانترنت لانها في النهاية عبارة عن مواقع موجودة على الانترنت. وكمان معظم المواقع او الادوات دي لازما تكون باشتراك، يعني مش هتقدر تستخدم الاداة الا لما تكون مشترك فيها. ومعظم المواقع المجانية في موضوع نماذج الذكاء الاصطناعي يا اما جودتها مش عالية يا اما بتديك امكانيات محدودة ومش بتديك الامكانيات الكاملة الا لما تشترك في الاداة. ويجي هنا بقى سؤال مهم، وهو هل ينفع يكون عندك نموذج ذكاء اصطناعي خاص بيك انت موجود على جهاز الكمبيوتر بتاعك وتقدر تشغله ببلاش وبلا حدود ومن غير انترنت؟ والاجابة انه بالفعل في ادوات محلية بتشتغل على الكمبيوتر بتاعك من غير ما تحتاج انك تشترك في اي موقع او تفتح الانترنت. ومن اشهر الادوات ديت اللي انت ممكن تشوف فيديو ازاي تسطبها وتحملها من على الانترنت وتشغلها على الكمبيوتر بتاعك وتفضل موجودة معاك الى الابد بدون حدود ومن غير ما تستخدم انترنت، هي الفوكس يو اي والكونفي يو اي والفورج يو اي. وطبعا الادوات ديت انت بتستخدمها في توليد الصور بالذكاء الاصطناعي على جهاز الكمبيوتر بتاعك زي ما قلنا. والميزة الاساسية في الادوات ديت ان هي بتديك تحكم كامل في كل تفاصيل الصور اللي انت عاوز تعملها، وكمان تتحكم في جودة الصورة اللي انت عاوز تطلعها. وكمان انت بالشكل ده بتحافظ على خصوصية الصور والبيانات بتاعتك لانك بتعمل
تعمل الكلام كله على الكمبيوتر بتاعك من غير ما ترفع اي حاجة على الانترنت. بس خلي بالك الادوات دي محتاجة جهاز كمبيوتر بامكانيات عالية جدا علشان يقدر يشغل الادوات دي بشكل سليم، وخصوصا كارت الشاشة، لانه هو اكتر حاجة بيتم استهلاكها لما تيجي تولد صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعني في النهاية كل حاجة ليها ميزة وليها عيب. لو انت هتولد صور باستخدام الذكاء الاصطناعي على الانترنت فانت كده بتعرض بياناتك ان هي تكون موجوده على الانترنت ومفيش خصوصيه، وكمان ممكن تضطر انك تشترك في الموقع وتدفع فلوس عشان تقدر تستخدم الاداه. اما لو انت قررت ان انت تستخدم الادوات بشكل كامل وببلاش على الكمبيوتر بتاعك، يبقى لازم يكون معاك جهاز كمبيوتر امكانياته عاليه جدا، وخصوصا كارت الشاشه ما يقلش عن تقريبا 6 او 8 جيجا رام. ونيجي بقى للسؤال المهم في الفيديو بتاع النهارده، وهو هل ممكن الذكاء الاصطناعي في يوم من الايام يستبدل وظيفة المصممين والمبرمجين؟ والإجابة على السؤال ده بكل بساطة هي طبعا لا. يعني بالرغم من تطور التكنولوجيا بالشكل القوي اللي احنا بنشوفه كل يوم، لكن هيفضل دايما حاجة كده اسمها الإبداع والتفكير النقدي والحس الفني موجودة في كل التخصصات التكنولوجية. والفكرة هنا ان الذكاء الاصطناعي مهما تطور في اي مجال من المجالات لازم يكون في شخص متخصص في المجال ده علشان اصلا يشغل الذكاء الاصطناعي، لان في النهاية الذكاء الاصطناعي هو أداة والإنسان هو اللي عمل الأداة دي. فطبعا هيجي عند حاجات معينة وهيغلط فيها، او هيجي عند حاجات معينة ومش هيقدر يعملها، فبالتالي لازم يكون في شخص متخصص يراجع وراه ويصحح الاخطاء اللي هو بيعملها، وكمان ينفذ الحاجات اللي هو مش هيقدر ينفذها. وعشان كده اللي مش هيواكب التطور اللي بيحصل في عالم التكنولوجيا ومش هيحسن مستواه في استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي، فرصة ان هو يشتغل هيكون صعب جدا في المستقبل. بمعنى ان المصمم الذكي هو اللي هيستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي علشان يطور بيها افكاره وينفذها باحسن شكل ممكن، وكمان المبرمج الشاطر هو اللي هيستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي علشان يسرع من كتابة الاكواد ويحسن من جودة البرامج. يعني من الاخر بدل ما تخاف من تطور الذكاء الاصطناعي، استغل الادوات ديت وتعلم ازاي تستخدمها، لان في النهاية التكنولوجيا مش هتنافسك في سوق العمل، هي عبارة عن اداة لو انت عرفت تستخدمها كويس هتبقى عبارة عن سلاح ليك في سوق العمل. فلو في حاجة عاوز تعرف عنها اكتر اكتب لنا في التعليقات وان شاء الله نعمل عنها فيديو. وطبعا ما تنساش تشترك في القناة وترن الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا، وكمان تتعرف اكتر عن عالم التكنولوجيا.